يا اختي غير زعمي واجي نحضروا هاد الدجاجه المحمره العامره بالروز، كتجي لذيذه بزاف. واخا تكون اول تجربه ليك غادي تنجح معك 100%. مرافقه للخضر مع واحد البطاطا في الفران كتجي لذيذه. خليو ليا واحد اللايك ونبداو على بركه الله. اول حاجه في واحد الكاسرونه كنسلقوا هنايا كاس ونص ديال الروز مع شويه ديال الماء والملحه، غير نص طيبه، ما كنخليوش يطيب 100% باش يكمل الطيب ديالو في الفران. صافي هنايا غادي ندوز نحضر التتبيله ديال الدجاجه. عندي هنايا معلقه صغيره بين الخرقوم وسكنجبير والبزار وتحميره، وغادي نزيد هنايا واحد 4 كاس ديال الماء اللي دوبت فيه شويه ديال الزعفران الحر، معلقه صغيره ديال لاموطارد، وواحد 4 الفصوص ديال الثومه. والحار اختياري، تقدروا تعوضوه بالهريسه. عندي هنايا واحد الدجاجه اللي فيها 2 كيلو قبل ما تتنقى، اللي نقيتها وغسلتها مزيان مزيان، من بعد رقدتها ليله كامله في الملحه والحامض وحتى الخل. صافي هنايا غادي ندوز نخلط التتبيله كامله، من بعد ما نزيد ليها واحد 4 الكاس ديال الزيت البلديه مخلطه مع الزيت الروميه. صافي هنايا وندوز نشرمل الدجاجه ديالي مزيان مزيان، نشرمل جهه الفخيضات والصدر ونفلحو ونشرملو، نشرمل بين الجلده واللحم. المهم شرملوها مزيان مزيان. في هذه المرحله راني نسيت الحامض مصير كان عندي وما حطيتوش معايا في سميتو في هنايا في العطريه، وداكشي باش نسيتو هنايا تا بديت كنشرمل، عاد تفكرت انني ما درتش الحامض مصير وعاودت شرملت به الدجاجه ديالي من الاول. صافي بالنسبه لديك العطريه اللي شاط ليا تما في التبصيل، زدت ليها شويه ديال القزبور والمعدنوس، وغادي نزيد ليها كذلك هذاك الروز اللي سلقت غير نص سلقه، ونزيد شويه ديال الزيتون مقطع. في هذه المرحله تقدروا ديروا حتى الكبده مسلوقه ومقطعه الا بغيتوها، انا ما غاديش يبغيوها وليداتي ما درتهاش في هذه المرحله. صافي غنحاول نشرمل هذا الروز مزيان مزيان بديك العطريه وبداك الزيتون وحتى القزبور والمعدنوس، وغادي نحاول نعمر به الدجاجه ديالي مزيان مزيان حتى كتعمر وتولي بومبي. صافي من بعد ما عمرت الدجاجه ديالي مزيان مزيان، نحاول هنايا نسد ليها الرجيلات ديالها غير بواحد البلاستيكه. في هذه المرحله راه الفران شاعله لي على اعلى درجه وكنخليه يسخن مزيان مزيان. كما لاحظتوا معايا لفيت الدجاجه ديالي في بابي كويسون عاد بابي الومنيوم، وحتى داك الرز اللي شاط ليا غندير في بابي كويسون بابي الومنيوم وندخلهم للفران كما قلت لكم، الفران اللي سخون مزيان مزيان. غير دخلت ليه الدجاجه ونقصت ليها نار تكون متوسطه وخليوها راه ساعه ونص كتلقاوها طايبه. صافي مباشره من بعد ما دخلت الدجاجه ديالي للفران غادي ندوز نحضر هاد لاصوص اللي غادي نرفق بها الدجاج ديالي. درت تقريبا 2 بصلات كبار اللي قطعتهم هكا رقاق، زدت ليهم الخرقوم سكنجبير تحميره شويه ديال البزار، زدت ليهم حامض مصير وشويه ديال الهريسه، زيت البلديه والروميه، زدت حتى شويه ديال الزعفران والثومه والسمن الحار. انا ما تصورش معايا الثومه والسمن الحار فاش درتهم. صافي كنحط البصله ديالي على نار متوسطه ونخلط كلشي مزيان حتى كتشحر ليا شويه، ونزيد الماء الكافي غير اللي يغطي ليا هكا البصيله، ونسد على الكوكوط ونخليها حتى كطيب مزيان مزيان. من بعد كنحل عليها كنزيد ليها القنصه والكبده وحتى العناق اللي سلقته مزيان مزيان وقطعته مربعات، وغادي نزيد هنايا كما شفتوا شويه ديال القزبر والمعدنوس ونرد كلشي فوق البوطه حتى كتشحر ليا. على حسب نتوما بغيتو تخليو فيها لاصوص بزاف، بغيتو تخليو فيها لاصوص قليله. صافي وكندوز نحضر البطاطا ديال الفران اللي كتجي صراحه لذيذه ومقرمشه بزاف. وكنضيفوا شويه ديال الزيت، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه وشويه ديال الخرقوم والملحه، وكنخلطو مزيان مزيان هاد التتبيله. وكنزيدو ليها هنايا البطاطا اللي قشرتها وقطعتها مربعات صغيره. البطاطا اللي خضراء ما سلقتهاش نهائيا غنزيد ليها هنايا شويه ديال الزعتر، تقدر تزيدو حتى اليازير، ونخلط كلشي مزيان. ناخذ اللاطه اللي كتدخل الفرن ندهنها بشويه ديال الزيت الروميه، غادي نحط فيها ديك البطاطا ديالي وغادي نزيد لها واحد الخويط ديال الخيط ديال الزيت عفوا من الفوق، ونغطيها بابي كويسون بابي الومنيوم. النار غير من الاسفل، الفران اللي يكون سخون، النار غير من الاسفل، نار متوسطه حتى كطيب لنا ديك البطاطا، وكنعريو عليها باش تحمر وتقرمش. وهنايا وجدت الخضر اللي قطعتهم وسلقتهم، عندي هنايا خيزو وحتى البربه واللوبيا الخضراء تسلقتهم مزيان مزيان، من بعد كنبردهم في الماء بارد باش يبقاو في اللون ديالهم. زدت لهم شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الخل، شويه ديال الملحه والكمون، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي هادو باش تبلتهم خليتهم انا باردين. من بعد كنخلطهم مزيان مزيان وكنحطهم على جنب حتى كطيب ليا الدجاجه ديالي، وكنرافق بها هاد الخضر. تقدروا تزيدوا نتوما القرعه والخضره اللي بغيتو. ها نتوما البطاطا ديالي من بعد ما طابت شوفوا كيفاش كتجي طيبه ومقرمله ولذيذه بزاف. غير جربوا ان شاء الله وردوا عليا الخبر. من بعد ما وجدت كلشي كنرجع للدجاجه ديالي من بعد ما دازت عليها ساعه ونص في الفران، كنقلبها نتوما غير من الصدر كنلقاها طيبه، وكنقص منها هذاك لاصوص هذا اللي طلقات وكنزيدو في ديك الشرمونه ديال البصله والكبده. صافي وغادي نهز شويه نحاول نرش بها هكا باش ما يجيناش الصدر ناشف،
وغادي ندهن الدجاجه ديالي بشويه ديال السمن. انا عندي هاد السمن ما حارش بزاف، نتوما ديروا الزبده وشويه ديال الهريسه، ونردها للفران النار غير من الاعلى حتى كتحمر ليا من السدر ديالها، ونقلبها من الظهر باش تحمر ليا من الجهات بجوج. تيكون هذا هو الشكل ديال الدجاجه ديالنا من بعد ما تحمرات، كتاخذ هذا اللون الذهبي وكتجي لذيذه. غير جربوها ان شاء الله، ردوا لي الخبر. غندوز هنايا نحطها في الطبق الرئيسي. عندي هنايا واحد البلاطو اللي فرشت فيه شويه ديال الخس. بالنسبه لديك الدجاجه درت حتى ديك الطبيصيل باش حتى الخضره اللي طلقات لنا الماء ما تسردش لنا الدجاجه، تبقى هكاك محمره ومقرمشه. صافي غادي نحط ديك البطاطا اللي قديت معكم في الفران، كتجي بنينه وصحيه احسن من القليان. وغادي نحط هذيك الخيزو وحتى اللوبيا والباربه اللي حضرت معكم. وبالنسبه لهاد الطبيصلات ديال الجناب غادي نحط فيهم لاصوص اللي كتجي صراحه مدغمره ولذيذه بزاف. وكنزيد حتى داك الرز اللي كان شاط ليا حتى هو كنزيدو هكا من الجوانب. وتيكون هذا هو الشكل الاخير ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. ها نتوما شوفوا معايا اللحم كيفاش كتجي طيبه ومحمره ولذيذه. الا عجبتكم لا فيديو خليو لي واحد اللايك، وبالصحه والراحه لفيديو اخر ان شاء الله.